السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ سريعا كده، انتوا عارفين احنا بنطلع بسرعة لما بيكون في مشكلة. الحقيقة ناس كتير كلمتني الفترة دي والزيارات كلها المرضية للأطفال عن الكحة وليه هي مطولة، والكحة ايه مشكلتها ونقدر نعالجها ازاي. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة ببورسعيد. الكحة موضوع مش علاج ودواء كحة، يعني دي بس النقطة اللي حابة ابتدي بيها، لأن كل أم بتبعت على الواتساب أو بتسأل أي دكتور أو الصيدلية أو كذا، أنا محتاجة دواء كحة يعالج الكحة اللي عند ابني عشان هو بقاله 3 شهور بيكح، بقاله شهر فعلا حقيقي بيكح كذا كذا كذا. بصوا، قواعد الكحة الأساسية أهم حاجة فيها عشان تتعالج صح لازم الكشف، مش عند دكاتره، يعني على الاقل مستشفى عندك، يعني قصدي اقول مش في البرايفت، يعني عشان ما حدش يفهم غلط ان احنا بنقول يعني ايه الظروف الاقتصاديه الوقت صعبه وممكن ما حدش يعرف يروح لدكتور وبروح له كتير وكده. لا، ممكن تكشف في اي بولي كلينيك، في اي مستشفى، في اي طوارئ، بس لازم السماعه، لازم نسمع الصدر، لان كل كحه ليها شكل مختلف. كحه الفيروس غير البكتيريا غير الحساسيه غير حساسيه الانف. الجهاز التنفسي كله من اول الانف لحد الرئه من تحت ممكن يعمل كحه، ممكن حاجات تانية، عوامل كتيرة جدا. فموضوع سماع الصدر ده مهم جدا جدا جدا، وموضوع ان دكتور واحد يكون فاهم هو اللي بيتابع الطفل في موضوع صدره مهم، لان معظم الكحة اللي بتطول هي كحة الحساسية. اي حد عنده طفل فوق 14 يوم كحة انت بتتكلم في حساسية until proof otherwise. يعني الحساسية من ضمن تشخيصاتها الكحة الطويلة والكحة اللي بتيجي بالليل والكحة اللي بتيجي مع الجري، وما اكثر الحساسية عندنا يعني. فالموضوع مش مسألة دواء كحة، لأن دواء كحة بس دي مش هتحل المشكلة. تمام كده؟ طيب، هو ليه الدكتور وليه المتابعة؟ لأن كل مرحلة من الكحة بتفرق، يعني أنا في الأول عندي مثلا شامم حاجة أو فيروس أو بكتيريا أو كذا أو حساسية، هيفرق مع العلاج. ساعات كتير جدا كحة كتيرة جدا بتطول وتبقى عاملة مشكلة ويبقى حلها الوحيد علاج حساسية الأنف. طفل عنده حساسية في الأنف كل ما يخش ينام يكح، يصحى الصبح يكح. ساعات كحة كتير جدا بيكون ليها عوامل. طب ليه الكحة اليومين دول منتشرة وطويلة ورزلة وما بتروحش؟ عشان في عوامل كتيرة. هنقول العوامل الريسك اللي موجوده عند اي طفل، وهي دي اللي بتخلي الكحه تطول معاه. رقم واحد، لو اي طفل اقل من 5 سنوات هتلاقيه بيكح كتير، ولما تجيله تطول شويه لان السن ده سن العدوات المتكرره. 2، دخول الشتاء واحنا بدانا الشتاء. 3، دخول المدارس واحنا بدانا المدارس. 4، ان احنا طلعنا اللبس الشتوي وحاجات الشتوي اللي هي قد تكون متخزنه وعليها وبره وعليها تراب او عليها غبار، وده بيأثر عند بعض الاطفال اللي عندهم حساسيه. 5، انتشار الفيروسات اللي هي زي فيروس الانفلونزا والمتحور والمخلاوي، وكتير قوي فيروسات منتشره اليومين دول عامله مشاكل. فكل ده بيصب في الاخر الى التهاب في اغشيه الانف والصدر، سواء بقى الالتهاب ده كان حساسيه ثم قلب بميكروب ثم قلب بنزله شعبيه قلب بالتهاب رئوي. انا بس النصيحه اللي عايز اقولها النهارده من خلال الفيديو والكلمتين بس اللي عايز اكد عليهم، يا جماعه ما حدش يجتهد خالص في ال3 شهور دول في علاج الكحه مع نفسه او مع الصيدليات. ولو قدراتك الماديه والاقتصاديه متاثره انزل اي مكان فري، اي مكان فري، يعني مستشفى طوارئ، يعني بولي كلينيك، يعني اي حد. الحكومه بتوفر التامين، بتوفر الطوارئ، بتوفر عياده خارجيه، اصرف من اي حته بس تابع، لان كل الحالات اللي اتحجزت بالتهاب رئوي موجود اليومين دول كتير جدا كانت اتاخرت في العلاج او حصل اجتهاد. اللي موجود دلوقتي حتى تحت الاشراف الطبي من الدكاتره للاسف الشديد برضه بيخش في مضاعفات وبيخش في مشاكل جامده جدا. الخلاصه، علاج الكحه مش دواء الكحه، علاج الكحه سبب الكحه. سبب الكحه لو هو حساسيه نعالج الحساسيه، لو هو ضعف في المناعه نتيجه التكرار وكذا ممكن ناخد تطعيمات معينه زي تطعيم الانفلونزا، ومهم جدا جدا التطعيم، تطعيمات زي المكورات، تطعيمات زي كذا، التغذيه، المدارس. اي حد عنده بيبي صغير مولود حديث الولاده انصحه جدا جدا اليومين دول برضو بلاش سبوع، بلاش تجمعات، بلاش زيارات، بلاش. كل الناس اللي ولدت الشهر ده والشهر اللي فات كتير جدا منهم ولادهم محجوزين بالتهاب رئوي في الحضانه بسبب العدوى. لو ليه اخ كبير بيروح نيرسري حضانه او كذا، قعده من الحضانه، مش مشكله، لان ده هيتعدى وهيعدي اللي في البيت. اي طفل عنده حرف الالف ابل والاي ابل والكلام ده وعنده امتحانات الثانويه العامه والطب بتاعته، بيبي عنده 3 4 سنين يقعد في البيت، مش مهم الامتحانات ومش مهم الثانويه العامه بتاعته. عشان الامهات بنقول لها اليومين دول الموجه عاليه جدا وفي كميه انفكشن، تقول لك بس ده عنده بتاع وعنده كورس وعنده كذا والترم بتاعه والفلوس اللي دفعناها في الحضانه. طب انت الفلوس بتدفعها في المرض كمان. الخلاصه الكحه علاجها الاساسي علاج السبب. حساسيه تتعالج. الحاجه الثانيه من ضمن الحاجات بس افتكرتها دلوقتي وعايز الفت تذكركم ليها، كتير من الدكاتره بيكتبوا النيبولايزر اللي هو جهاز الاستنشاق او السبيسر او البخاخات، الحاجات اللي زي كده. بص انا قاعد على المكتب والحاجه كلها قدامي،
يعني مش عايز اقول لكم كميه الحاجات، لان اليومين دول عندنا مشاكل كتيره جدا في موضوع الكحه. تمام؟ دي حاجات، ده اسيف حاجه واحسن حاجه وافضل حاجه لاي طفل يستعملها. لما تتكتب لك ما تقلقيش، سواء بخاخه، سواء سبيسر، سواء جهاز نيبولايزر، كل ده مهم جدا جدا جدا. متابعه صدر الطفل مع دكتور الاطفال، مع دكتور صدر، مع اي دكتور. ما اجتهدش، مش اي علاج بيجيب نتيجه. مفيش حاجه اسمها كحه. علاج الكحه ايه؟ لان علاج الكحه علاج السبب، سواء حساسيه او فيروس او بكتيريا او مهم جدا جدا. تطعيمات مهمه جدا جدا جدا. الأعاد من المدارس للأطفال بتوع الحضانات اللي ما عندهمش حاجة مهمة، مش مهم يقعدوا. ونرجع تاني وتالت ورابع، الولادة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية، الأكل الصحي، كل ده بيديني مناعة ويديني صحة لما أبقى تعبان كطفل ما يخشش في مضاعفات ومشاكل. أطيب تمنيات لحضراتكم ولأطفالكم بالصحة والعافية، وربنا يحفظهم جميعا إن شاء الله.